ده شكل المبخرة اهي، وهي على الترابيزة شكلها حلو قوي، وكمان بتتفتح من جوه، والفحم من جوه اهو، ومحطوط عليه البخور، وبعدين بنقفلها والدخان بيطلع من فوق كده. شكله حلو قوي. ايه ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هوريكم المبخرة اللي وريتها لكم في فيديو مشتريات رمضان. ودي المبخرة هفتحها قدامكم. هي بتكون ملفوفة بالاسترتش ده علشان تحمي الذهبي اللي فيه. دلوقتي بقى هفتحها قدامكم. وده شكلها بعد ما فتحناها، شكلها حلو قوي. هي على شكل كعبة، هي ملفوفة كده بالذهبي، وفي هنا رسومات فوق، شكلها حلو قوي، ومفتوحة من فوق كده علشان يطلع منها البخور. دول الطبقين اللي جوه اهو. هنا في الطبق الصغير ده بنحط الفحم، وبعدين بنحط البخور والصغير بقى اي نوع احنا عايزينه، وبعدين بنولعه. وده شكل البخور اللي احنا حاطينه ومولعينه بالفحم. البخور اللي احنا مستخدمينه عامل زي البودرة، اول ما بنحطه على الفحم بيولع على طول، وممكن تستخدموا اي نوع بخور تاني انتوا عايزينه. المبخرة لما بتتحط على الترابيزة والدخان بيطلع منها بتكون شكلها حلو قوي، وممكن كمان نستعملها كأنها ديكور عادي مش مبخرة، وممكن نقدمها هدية لقرايبنا أو صحابنا، هتكون هدية حلوة قوي بمناسبة رمضان، وممكن نقدمها كمان هدية للمس بتاعتنا في عيد الأم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتعملوا كومنت للفيديو عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. باي باي.